واش عمرك تسالتي علاش كاينين بعض الناس، واحد الفئه اللي معينه بزاف ديال الناس عندهم دبلومات كبار ولكن ما خدامينش شي خدمه اللي تكون مناسبه لهم. وزيد عليها بلي انه كاين واحد النوع اخر، واحد الفئه اللي كبيره بزاف ما عندهمش لا دبلومات لا والو، ما قارينش ولكن خدامين حسن من اللي قراوش الدبلوم. يا سيدي هادشي اللي واقع في المغرب في 2026. واليوم غنكشف لكم الحقيقه، واش المشكل كاين في هاد الناس اللي قراو وخداو هاد الدبلومات ولا المشكل كاين في النظام كامل. وغادي نقول لكم علاش الدبلوم ديال الباك او ديال الماستر ولا شي حاجه ما بقاش كيوكل طرف ديال الخبز في 2026. اول حاجه خاصكم تفهموها في هذا الفيديو اللي هو انه الدبلوم في 2026 ما بقاش غير هو المفتاح ديال النجاح بحال قبل شي. الا خديتي الدبلوم ديالك وكملتي القرايه ديالك وخديتي الدبلوم ديال الباك، اكيد غادي تكون عندك واحد الخدمه اللي وظيفه اللي عموميه جدا وغادي تكون متميزه. واول سبب غادي نبداو به واللي هو سوق الشغل. بزاف الناس اللي كيخرجوا خريجين اللي كيتسموا بالخريجين كيخرجوا بنفس الشهادات وبنفس داكشي اللي عندهم. مثلا كيخرج واحد مهندس والشركات تزادوا عليها الضغط من عند هاد الخريجين هادو اللي تخرجوا. الشركات ما بقاتش عندها المناصب ديال الشغل باش انها تواجه هاد الاشخاص. والسبب الثاني واللي هو انه التعليم ما بقاش مواكب الذكاء الاصطناعي. كيف ما قلت لكم باللي انه التعليم ما بقاش مواكب مع الذكاء الاصطناعي، حيتاش في هذه الاعوام الاخيره وكلشي ولا خدام بالذكاء الاصطناعي، كلشي ولا كيستعمل الذكاء الاصطناعي من غير المدارس غير المدارس. ولكن كاينين بعض الدول في العالم بحال فنلندا اللي كتستعمل ايضا الذكاء الاصطناعي في القرايه ديالها. وزيد عليها بزاف ديال الدول اللي قريب غادي نديروا عليهم واحد الفيديو نستكشفوا الدول هادو. وزيد عليها انه العمل الحر على الانترنت، بزاف ديال الناس دابا واخا ما عندهمش لا مهارات ولكن كيدخلوا غير المنصات الالكترونيه وكيتعلموا من الدار، سواء في التصميم المونتاج او لا البرمجه ولا غير التصميم كيف ما قلت لكم، غير عبر واحد المنصات بحال كورساس ولا ايديومي. وهذا الشيء خلق واحد المنافسه اللي تكون كبيره بزاف بين هاد الناس وهادي. وزيد عليها واحد السبب اللي مهم جدا وبزاف ديال الناس ما مركزينش عليه، واللي هو ان الشركات اليوم في 2026 ما بقاتش كتقلب غير على الناس اللي يكون عندهم دبلوم، ولكن كيقلبوا على الناس اللي يكون عندهم كفاءات، ماشي غير دبلوم مكتوب فقط في ورقه ولكن يكونوا عارفين كيفاش يخدموا شي مشروع ولا يتنافسوا ولا. وزيد عليها انه بزاف ديال الناس دابا الشركات ما بقاتش كتطلب الناس انهم يكونوا عندهم دبلوم، ولكن كتطلب الناس اللي يكونوا محترفين في البرمجه ولا الذكاء الاصطناعي ولا الامن السيبراني. يعني الخبره ما بقاتش اهم، يعني الدبلوم عفوا ما بقاش اهم من الخبره، حيت الا كانت عندك الخبره في واحد المجال الشركات غادي تجي تقلب عليك حتى في داركم. سيدي هادشي اللي واقع في العالم في 2026. ولكن السؤال اللي خاص كل واحد دابا يطرحه خصيصا في هذا الفيديو على راسه، واش بصح الدبلوم ما بقاش كيوكل طرف ديال الخبز في 2026 في المغرب؟ يا سيدي ولكن ماشي نهائيا. ولكن خاصكم تفهموا بلي انه الشيء اللي قريته في الابتدائي وزيد عليها الثانوي وايضا الثانوي وزيد عليها حتى الاعدادي وداك الشيء الاخر والباك والماستر، واش كاع التعب ما عنده حتى معنى؟ الجواب هو لا. ولكن خاصكم تعرفوا بلي انه الشركات في 2026 اللي نتايا كتحلم باش انك تخدم عندهم، يكون عندك واحد المنصب اللي معين يكون زوين، خاصك تفهم بلي انه ما بقاوش كيقلبوا على الناس اللي عندهم فقط الدبلوم، ولكن كيقلبوا على الناس اللي عندهم مهارات والكفاءات ويكونوا مطلوبين في سوق الشغل. بحال في بعض الشركات ما بقاوش كيقلبوا غير على الناس اللي عندهم الماستر او الباك، ولكن كيقلبوا على الناس اللي يكونوا محترفين في البرمجه ولا. واليوم ولكن خاصكم تعرفوا ايضا بلي اليوم ما بقاتش الشركات كتقلب غير على اللي عندهم دبلوم مره اخرى، ولكن كتقلب على الناس اللي عندهم تجربه في المشاريع وايضا عندهم الخبره، وكيقولوا لك واش جربتي تخدم من قبل، واش عندك نتائج حقيقيه. بمعنى اخر انه الدبلوم ماشي غير بدايه ولكن ماشي النهايه. باش نفهموا اكثر تخيلوا معايا واحد جوج ديال الناس. اول شخص كيكون قاري وعندو دبلوم وعندو شي شهاده، شي 12 شهاده ولا شحال، ولكن ما داير حتى مشروع حقيقي ديالو يفتحو ولا يخدم. والشخص الثاني غادي ما قراش نهائيا، ما عندوش حتى دبلوم، ولكن كيتميز بواحد على الاخر بواحد النقطه اللي مهمه بزاف، واللي هو انه دار مشاريع الشخصيه ديالو وخدم وتقاتل، ولكن في الاخير ما قراش.
اي غادي يكون فايت هذا. والشركه في نظركم شنو غادي تختار؟ اكيد غادي تختار الشخص الثاني حيتاش عنده الخبره وزيد عليها ايضا التجربه. ولهذا كنقولوا ان النجاح اليوم ما بقاش غير بالدبلوم، ولكن خاص تكون عندك الخبره وزيد عليها مره اخرى الخبره والمهاره والتجربه. ولكن الا كان عندك غير دبلوم راك غير واحد من بين الالاف كتنافس على نفس الفرص. ولكن الا كان عندك مهاره وتجربه غادي الشركات غادي يجيو يقلبوا عليك انت شخصيا، حيتاش انت عندك واحد المهاره اللي كيطلبوها في سوق العمل. وواحد السؤال اللي بغيت نسولكم في الاخر الفيديو، واش نتوما مع الذكاء الاصطناعي واللي ولا كيدي البلايص ديال الشغل؟ ولا بغيتي ندير لكم شي فيديو على قريب ان شاء الله ندير لكم شي فيديو على بعض الدول اللي متقدمه بزاف في التعليم والاسرار ديالها. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا معكم شي لايك وشي ابوني. كان معكم ايوب حكم، تهلاو.